بدأ عدد من طلاب جامعة الأزهر بتنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام المبنى الرئيسي للجامعة بطريق النصر، وذلك مع بدء اليوم الثاني للدراسة بكلية الجامعة بالقاهرة والمحافظات. وردد المتظاهرون الهتافات التي تطالب بالإفراج عن زملائهم المحتجزين وبتطوير التعليم الجامعي والمدن الجامعية بالأزهر وعودة ما سموه بالشرعية ورفض التدخل الأمني في شؤون الجامعة. تأتي تلك الوقفة الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي بجامعة الأزهر رغم مناشدة رئيس الجامعة دكتور أسامة العبد للطلاب أمس بالالتزام بتحصيل العلم والمعرفة والابتعاد بالجامعة عن العمل السياسي والحزبي، وحذر من احتمال اللجوء إلى تأجيل الدراسة بالجامعة مرة أخرى حال استمرار ما يعطل العملية التعليمية. وحول تلك الوقفة الاحتجاجية معنا من أمام جامعة الأزهر مفادنا إلى هناك عبد الله بركات. صف لنا الأوضاع لديك أمام الجامعة وكيف تتعامل الجامعة مع المطالب التي ذكرناها في طيات الخبر. رغم يمكن المشهد اختلف تماما عن الصورة الموجودة حاليا. يمكن الصورة كانت تشير إلى وجود العشرات من طلاب تنظيم الإخوان المسلمين يقودون تظاهرة جابت الجامعة منذ ساعتين تقريبا، لكن هذا العدد أصبح عدد كبير من خلال انضمام أعداد كبيرة من بنات جامعة الأزهر إلى هذه التظاهرة، وجابوا الجامعة ثم خرجوا إلى خارج أسوار الحرم الجامعي في اتجاه طريق النصر، وتم إغلاق هذا الطريق من قبل طلاب تنظيم الإخوان المسلمين. الطريق مغلق حتى هذه اللحظة، وكان هناك بعض الاشتباكات الطفيفة ما بين الطلاب وما بين القوات المسلحة التي تقوم بتأمين محيط جامعة الأزهر، والتي أغلقت الطريق المؤدي إلى الجامعة منذ ساعتين تقريبا. ثم عندما كان العدد صغير قامت القوات بفتح الطريق إلى أن استطاع هؤلاء الطلاب حشد هذه الأعداد وانضمام بنات الأزهر إلى هذه التظاهرة، وبالتالي إلى الآن الطريق مغلق. يمكن أبرز الشعارات المرفوعة هي شعارات سياسية ليس لها علاقة بالجامعة. الشعارات تتضمن سباب وشتائم لوزير الدفاع ووزير الداخلية وشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب. يمكن أسوار الجامعة من الداخل بالكامل تم الصاق الملصقات الخاصة بعلامة رابعة دليل على الصمود كما يقولون، وكذلك بعض الشعارات الأخرى التي تم كتابتها. وماذا عن الوجود الأمني وكيف يتم التعامل مع ما يحدث من ممارسات في طريق النصر؟ يمكن الامن الموجود داخل الجامعه هو امن اداري لا يتعامل مع هذه التظاهرات، باستثناء فقط ان يتم الوقوف على الابواب الرئيسيه والاطلاع على هويه الداخل فقط، لكن لا يتم التعامل امنيا مع اي من هذه التظاهرات، سواء اذا خرجت هذه التظاهرات خارج نطاق الجامعه خارج الحرم الجامعي بيتم التعامل معه، لكن الى الان لم يتم التعامل لان الموجود خارج نطاق الجامعه حتى هذه اللحظه. نعم. القوات المسلحه التي تطلق الطلقات التحذيريه. نعم. نقل لنا الصوره من امام جامعه الازهر مفادنا الى هناك الزميل عبد الله بركات.